سألت في الكومنتات على الفرشة السيليكون بتاعتي ازاي محافظة عليها وازاي بنضفها وازاي معايا من ساعة ما فتحت القناة من كذا سنة لحد دلوقتي وانتوا بتشوفوها في الفيديوهات كتير وما غيرتهاش. اول حاجة الفرشة بخلص استخدامها واغسلها على طول، ما برميهاش في الحوض في وسط المواعين تعمل ريحة كمكمة او تعمل طبقة دهون كده او زيوت وتبقى وحشة واضطر ارميها. تاني حاجة بعد ما اغسلها كويس جدا بالطريقة اللي هقولك عليها دلوقتي لازم اعلقها في الهوا كده تتصفى. عندي شماعة كده في المطبخ بعلق عليها الفرش واي حاجة سيليكون لازم تتعرض للهوا تتصفى وتنشف كويس عشان ما تعملش ريحة وحشة وتضطري ترميها وتغيريها. الطريقة دي هتخلي الحاجات السيليكون عايشة معاكي سنين مش هيحصل لها اي حاجة. اول ما بخلص استخدام الفرشة بجيب برطمان احط فيه معلقتين كبار من الخل واملاه مية مغلية واحط الفرشه وافضل اقلب كده كاني بقلب في الشاي بتنزل كل طبقه الدهون اللي فيها. بعد كده بحط نقطتين كمان من صابون المواعين واقلب كمان تقليبه واشطفها تحت الميه وبترجع جديده وزي الفل. اهم حاجه زي ما قلت لك تعلقيها تتصفى وتنشف عشان